عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وليد، عندي سؤال أتمنى عليه تجاوبني وتعطيني معلومة. حضرتك شيعي؟ شيعي نعم. سحبت عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا اتفضل. الآن فاتحين موضوع التقية، عندك إجابة عليه؟ لا ما عندي شيخنا. سيادة المعمم ما عندكش إجابة على التقية؟ أنا مو معمم شيخ وليد. ما أنا عارف إن أنت مش معمم، صوتك كمان بيدل عليه إن أنت مش معمم. ماشي. الآن نعم الآن ما عندك إجابة على التقية؟ لا شيخنا. ما عندك إجابة على التقية، اتفضل اسأل سؤالك طالما ما عندك إجابة. رحم الله والديك، وأتمنى تجاوبني عليه بصراحة. اتفضل. من يؤذي الله ورسوله له عذاب مهين لو لا؟ ما المشكلة كده، لو الذي يؤذي الله والرسول صلى الله عليه وسلم يبقى فاطمة في النار حسب ما هكم. فلازم نعرف معنى الإيذاء إيه، لأن كده فاطمة آذت علي بن أبي طالب وشتمته وقلت أدبها عليه حسب الفقه الشيعي، ومن يؤذي علي بن أبي طالب فقد آذى النبي، ومن يؤذي النبي فقد آذى الله، فكده يبقى في النار. شيخ وليد، ما انا بقول لك نوع الاذيه، نوع الاذيه، ما انت لو جيت لي في طريق مستقيم كنت جيت لك في طريق مستقيم، لكن هتيجي لي في طريق ملتوي، هتجي لي في طريق ملتوي.